ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل في شرح نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قد قال رحمة الله عليه: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. اعلم يعني تعلم وافهم. هذه الكلمة يؤتى بها للأهمية، ويؤتى بها للتنبيه على أهمية ما بعدها. ومعنى نواقض الإسلام، نواقض جمع ناقض، من نقض الشيء إذا حله وهدمه وأفسده. والله يقول: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ونواقض الإسلام في الجملة هي كل اعتقاد أو قول أو فعل يبطل إسلام العبد، وتسمى المبطلات، مثل نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء، مبطلات، وتسمى بالنواقص، وتسمى بأسباب الردة أو أنواع الردة. ومعرفتها مهمة جدا لطلبة العلم، بل لجميع المسلمين، من أجل أن يجتنبوها ويحذروا منها، لأن المسلم إذا لم يعرفها فإنه يخشى أن يقع في شيء منها. والإسلام هو الاستسلام بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام هو لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ومعنى الاستسلام لله بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاصها له دون سواه. الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومعنى البراءة من الشرك وأهله هو اعتقاد بطلان الشرك وكفر المشركين مع بغضهم ومعاداتهم. أسوة بالخليل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. الله يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى ترجعوا إلى الله. فالإسلام يشمل الدين كله بمراتبه المختلفة: إسلام، إيمان، الإحسان، يشمل الدين كله، جهة العقيدة، جهة الشريعة، جهة السلوك، جهة الجزاء، نحو ذلك. فالإسلام فضل على غيره، وصار مفضلا على غيره بتفضيل الله عز وجل له، لأنه جعله آخر الأديان، خاتم الأديان، والقائم عليها. وحماية الإسلام للضروريات الخمس، لابد من معرفة الضروريات الخمس التي جعلها الله عز وجل في الدنيا يحميها الإسلام. لابد أن يحميها وإلا تندثر وتضر. وأولها وأعظمها الدين،
دين من ضروريات الخمس، وقد حماه الله عز وجل بتطبيق حكم القتل على المرتدين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني متزوج الزاني، والنفس بالنفس من قتل يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث البخاري. فلا يترك الدين العوبة لمن يسلم ثم يرتد، بل يقتل حماية للعقيدة من التلاعب فيها، ليس هو لعبة للناس. ومن المرتدين من يقتل باستتابة، ومنهم من يقتل بدون استتابة، من تقلصت فيه ردته. هذا حماية للضروريات الخمس منها الدين. وإن كان المرتد شخصا واحدا فإنه يؤخذ ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فهو ليس كالكافر الأصلي، لأن المرتد عرف الحق ودخل في الدين، وعرف الدين باختياره وتطوعه، واعترف أن الإسلام حق وأدان الإسلام. إذا ارتد فلا تلاعب في الدين. إن كانوا المرتدون جماعة لهم شوكة فإنهم يقاتلون، كما قاتل الصديق المرتدين وأخضعهم الإسلام، وقتل من قتل منهم على ردته، وتاب من تاب. فقتال الصديق لهم محققا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. هذا لابد من هذه الضروريات. الدين، محافظة على الدين. ثانيها المحافظة على النفس، لهذا شرع القصاص لحفظ الأنفس من الاعتداء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، العدل في القتلى. جعل قتل الجاني سبب لحياة الناس. قتل الجاني سبب لحياة الناس. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أي لكم في قتل القاتل المتعمد إذا تمت الشروط لكم حياة. وذلك أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل فإنه سيقتل فإنه سوف يمتنع عن القتل، فيكون إيش؟ يكون الحياة له ولمن هم بقتله. لكن إذا ما قتله وما قتل يقتل الثاني ويقتل الثالث ويقتل، ولا تكون حياة. إذا القصاص سبب للحياة وليس سبب للموت. قتل القاتل حكم عظيمة، وهو بقاء جنس الناس وصون الناس. إنه إذا علم أنه إذا قتل فسيقتل لأنه يرتد عن هذا، يرتدع عن هذا. إذن صانت النفس كما صان الدين. ثالثها العقل، ضروريات الخمس العقل. فمن جنى على العقل بشيء من المسكرات والمخدرات وجب إقامة الحد عليه بالجلد. إذا شرب الخمر جلد، لأنه يودي العقل هذا فيجلد، لأن حماية العقل. رابعها حفظ الأموال. قد أوجب الإسلام إقامة الحد على السارق بقطع اليد، حماية لأموال الناس. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولولا العقوبات التي قدرها الله عز وجل في بعض المعاصي لانتهك الناس هذه المعاصي ولم يبالوا. هذا عين الرحمة، عين الرحمة من الله عز وجل. لولا الحدود لقشيت بين الناس المعاصي ولقشي الفساد، لكن الحدود تردعهم.
وإذا لم يردعهم إيمانهم تردعهم الحدود. ولهذا قيل أو يقولون إذا خلى الإنسان من الوازع الديني فإنه يقرع بالرادع السلطاني، ما يتطبق الدين ترجعون يسجن يضرب صار أي شيء. إذا حفظ الأموال. الخامس حفظ الأنساب والأعراض، حفظ النسب بتحريم الزنا وإقامة الحد على الزاني المحصن بالرجم وغير المحصن بالجلد 100 جلدة. حفظ العرض يحصل بإقامة حد القذف على القاذف إن لم يأتي ب4 شهود مع سقوط عدالته وفسقه. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون. كيفية حفظ المسلم لدينه، كيف يحفظ المسلم دينه؟ يحفظ المسلم دينه بتجنب النواقص، نواقص الإسلام التي تنقضه ويحصل بها ردة. والردة هي الرجوع عن الدين. كيف يحفظ المسلم لدينه؟ كيف يحفظ دينه؟ تجنب النواقص، النواقص التي تنقض الإسلام ويحصل بها بهذه الردة. إذا نقض الإسلام ردت عن الإسلام. والردة هي الرجوع عن الدين، إما بقول وإما باعتقاد أو شك أو ترك. أصول أنواع الردة هذه 5. الرد بالقول كان يتكلم بلفظ الكفر أو الشرك بسب الله عز وجل أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا في من سب أصحابه، فكيف في من سبه؟ هذا في من سب أصحابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كيف يقول شيء ليس في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من حديث، فكيف بالسب وشتمه أو بالحلف بغير الله؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من قال أنا بريء من الإسلام. قل أنا بريء من الإسلام إن كان كاذبا فهو كما قال. هذا ما في مزاح. وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، لابد أنه سيحدث له شيء في الدنيا قبل الآخرة. حديث صحيح الجامع. وحديث ثابت بن الضحاك من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. رواه الجماعة إلا أبي داود. حديث أبي هريرة من حلف على يمين فهو كما حلف. من قال هو يهودي فهو يهودي، ومن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام. ومن دعا دعاء الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال وإن صام وإن صلى. حديث الترغيب والترهيب 2956. فأول أنواع الردة أن يكون في القول. الثانية الردة بالاعتقاد، وهو أن يعتقد بقلبه ما يناقض الإسلام، فيأتي بالأعمال الظاهرة كالصلاة مثلا مع عدم إيمان قلبه بها واعتقاده بعدم وجوبها، أو يصوم بعدم اعتقاده بالصوم. يعني دام الناس تصوم خلينا نصوم معاه خفف الوزن. ما يصوم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من صام لله
من حج لله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما هذا لا، بدون اعتقاد، أو ينطق بالشهادتين وقلبه كافر بها، هذا هو النفاق الأكبر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني حلفهم، فصدوا عن سبيل الله. فمن اعتقد الكفر بقلبه صار كافرا ولو لم يفعل أو يتكلم. قلنا من اعتقد هذا الشيء حتى لو ما سوى شيء، نعتقد حل الخمرة حتى لو يشربها خرج، لكن لو تكلم بها لم يمكن ما يخرج. لكن الاعتقاد القلب، لابد من قلب. ولو كان يقول بالأعمال الإسلامية ظاهرا كما هو حال المنافقين، قال الله عز وجل عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قالوا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله عز وجل يقول وما هم بمؤمنين، ايش؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، شك، نفاق، زادهم الله مرضا، زادهم الله شكا على شك. لأن الآيات تتنزل كلما كفر بآية ازدادوا، كلما جاءت آية كفروا بها ازدادوا في ذلك. حتى وإن كانوا كما قلنا كانوا يصلون ويصومون، ذلك لأنهم لا يعتقدون بقلوبهم ما تنطق به ألسنتهم أو تفعله جوارحهم. أيضا الردة بالفعل، الثالث الردة بالفعل، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد للقبور أو يطلب منهم المدد، صار مشركا. ولو كان يصلي ويصوم ويحج لله تعالى ويدخل في ذلك الذبح للجن بأمر الساحر أو عند سكن منزل جديد، هذا فيه أحاديث كثيرة. الرد بالشك، الرابع الشك أي التردد، فإذا شك بقلبه هل ما جاء به الرسول صحيح ولا لا يا أخوان. إنكار شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه والله جرأة عظيمة وخطيرة جدا، لأن إنكار الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مقابلتها بالرد والإطراء يدل على استخفاف هذا بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستلزم مشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين. والله يقول من شاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى. قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وإنكار الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا يدل على وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل. يدل أيضا على أن عصمة الدم والمال إنما تكون لمن آمن بالرسول وبما جاء به، ومن لم يؤمن به وبما جاء به فليس بمعصوم الدم ولا معصوم المال. وهذا من أبلغ تشديد على من يرد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضها برأي أو برأيه أو بقول أو بأي شيء من ذلك. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. قال شارح السنة إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب وإنما يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شك،
إن أصابه خير اطمأن به رضي بهذا الخير، وإن أصابته فتنة بلاء قلب على وجهه ارتد ورجع، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. ينبغي التنبيه على الفرق بين الشك والوسوسة، حيث عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الوسوسة بأنها ما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان. وسوسة هو الشيء اللي يهجم عليك من غير اختيار، ليس أنت تريده، فإذا كرهته ونفيته كانت كراهيته ونفيه صريح الإيمان في قلبك. يدل على ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. لأن الشيطان إذا جاء للمسلم والمؤمن القوي في عبادة، في توحيد، في صلاة، في شيء ما قدر عليه، جاءه من هذا السبيل، جاءه من الوسوسة. من خلق الله؟ كيف الله عز وجل؟ من أي شيء هو؟ إيش يشبه؟ هذا يتعاظم عند الصحابة أن يقولونه، ويتعاظم عند المؤمن أن يقوله. يجد أحدنا التكلم به أمر عظيم، ما نقدر نتكلم بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: وقد وجدتموه؟ قالوا: يا رسول الله، يتعاظم في أنفسنا أحدنا أن يتكلم، ما حد يقدر يقول لك هذا الكلام يا رسول الله. قال: قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، خلاصة الإيمان، وهذا من العلامات الدالة على رسوخه في قلوبكم الإيمان. إذا وجد المسلم في قلبه أو خطر بباله من الأشياء التي لا يحل له النطق بها من كيفية الباري جل وعلا أو ما يشبه هذا، فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصحيح. ترك العزم على شيء منها كان رده إياه من الإيمان، وهو صريح الإيمان. لو أن الخطرات هذه مثلها من الإيمان، نقول: إذا وجدت في قلبك مثل هذه الوسوسة فاعلم أنها صريح الإيمان، أن إيمانك، لأن أيس الشيطان أن يأتيك بشيء إلا في هذا، وذلك أن يقول: هنا إيمانك خالص، ولولا ذلك ما وردت الوسوسة، لولا أن الشيطان أيس منك في أن يأتيك بشيء آخر ما جاءك الوسوسة. ولكن الوسوسة أيضا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كيف نستعمل الدواء مع هذا الداء. قال عليه الصلاة والسلام: فليستعذ بالله ولينتهي. خلاص، استعذ بالله واترك هذا الأمر اللي جاك فيه. من خلقك؟ قلت الله: من خلق الله؟ من خلقك؟ اترك هذا الأمر ولا تجاوب أبدا. ويضاف إلى ذلك أن يقول: آمنت بالله ورسله. وهذا ورد في السنن، وقد ورد أيضا في السنن أن تقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء في مسلم عند أبي هريرة: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذا علاج الشك. أما الشك فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو تارك للإيمان، كما قلنا: الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا. وآخر شيء الردة بالترك، الإعراض عن دين الله. إذا أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله عز وجل فيكون بذلك الترك كافر، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
لاهون عما يراد بهم، وقد أنزل الله إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وقام عليهم الحجة وهم معرضون عن ذا كله، سيعلمون عاقبة ذلك وآخره. ذكرنا الآن أنواع الردة وهي 5. طيب، شروط الردة: أن لا يكون هذا المرتد معذورا، يعني لا يكون بلغه شيء من مسائل الشرك والكفر، أو عاش في بيئة بعيدة من المسلمين ولم يسمع بشيء من هذا لا يحكم عليه حتى يبين له ويشرح له أن هذا شرك وأن هذا كفر. أما من عاش في بلاد المسلمين وبين يديه القرآن وبين يديه السنة وعنده العلماء فلا أظن أن هذا يعذر. أيضا من الشروط عدم الإكراه، إذا أكره على قول الكفر مع صحة إيمانه في قلبه فهو يعذر بالإكراه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأقسام هذه النواقض ينقسم الناس في هذه النواقض إلى 3 أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الخوارج الذين يقالون في التكفير من غير رؤية ولا فقه ولا معرفة، سبب ذلك أنهم يأخذون بالنصوص المتشابهة في الوعيد ولا يردونها إلى المحكم، مثل قتل المؤمن متعمدا ما توعد الله به من العذاب في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما. هذه الخوارج يتغالون في هذا الشيء. الطرف الثاني المرجئة والجهمية. المرجئة الذين يقولون المرجئة أن الإيمان قول بالقلب ولم يدخل فيه العمل، ليست الأعمال من قلب، ما لا شغل فيها. ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. عندك إيمان خلاص، أذنب بتذنب، كافر خلاص ما ينفع معه طاعة. سبب ذلك أنهم يأخذون أيضا بالنصوص المتشابهة في الوعيد ولا يردونها إلى المحكم، مثل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. والمرجئة مثلهم، الإيمان مجرد معرفة القلب. الجهمية عندهم من الإيمان مجرد معرفة القلب وعلمه، فإذا عرف القلب ربه كان خلاص مؤمن. فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم. فإبليس وفرعون والمشركين واليهود والنصارى ونحوهم عندهم مؤمنين كامل الإيمان، لأنهم يقرون بوجود الله عز وجل، أنه ربا أنه خالقا. وإن جحده بعضهم كفرعون عنادا، وهذه أخبث الأقوال، فلا يكون على وجه الأرض إذا كافر عندهم، إذا ما في كافر. والوسط هم أهل السنة والجماعة، وهم يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد، بين الخوف والرجاء، ويردون متشابه إلى المحكم. فمن عبد الله بالخوف فهو ناجي خارجي، من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب فقط فهو صوفي، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة فهو موحد سني. لذا فإن معرفة النواقض يا أخواني مهمة جدا حتى يكون الإنسان على بصيرة، فلا يكون مع المرجئة ولا مع الخوارج، ولا يعذر الجاهل بهذه النواقض إذا كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الحديث ويسمع كلام أهل العلم، لأنه قد بلغته الحجة. فمن بلغه القرآن وهو عربي يقيم معنا قامت عليه الحجة. قال الله تعالى: أوحي إلي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلغ. وإذا كان غير عربي يترجم له حتى
يفهم الآن ما شاء الله كثير من هذه يعني الجمعيات وكذا التي تفهم الناس وتعلم الناس مثل هذا. فينبغي الخوف على الدين من هذه النواقض، ولا يأمن على نفسه الفتنة كما خاف الخليلان. قال إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال محمد: اللهم نعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم. فخاف الخليلان على نفسيهما، فنحن أولى بالخوف، نحن أولى من خوف من إبراهيم ومن محمد صلى الله عليه وسلم. إذا خاف المسلم أخذ بأسباب السلامة التي هي طلب العلم الشرعي، لأن الجاهل يقع فيها من حيث لا يعلم. فالتسلح بالعلم النافع يجعل المسلم شامخا صلبا أمام الشبهات ويستطيع الرد عليها. نسأل الله وإياكم السلامة في ذلك. قال: الناقض الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه من الشرك الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله هذه النواقض العشرة بالشرك بالله لأنه أعظم ذنب عصي الله فيه، وهو هضم للربوبية وتنقيص الألوهية وتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. كيف لا يكون أعظم ذنب عصي الله به وقد جعل لله شريكا وقد جعل لله ندا من عباده، وقد أوجد الله عز وجل هذا العبد من العدم وغذاه بالنعم. فقبل ذلك نقول العبادة، تعريف العبادة مأخوذ من التعبد والتذلل والخضوع الاختياري والتقرب إلى الله بما شرعه. ومحترزات التعريف التذلل والخضوع الاختياري لا يكون إلا الموحد، يخرج بذلك الذل والخضوع الاضطراري. فكل الناس عباد لله خاضعون منقادون لأقدار الله مؤمنهم وكافرهم، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والتقرب إلى الله بما شرع يخرج التقرب إليه بما لم يشرع من البدع والمحدثات. لا يمكن أن نعبد الله عز وجل إلا بما شرع. إذن كل العبادات محرمة إلا ما شرعها الله. كل المباحات الأشياء مباحة إلا ما حرمها الله عز وجل. البس من اللباس ما تريد أن تلبس إلا ما حرمه الله عز وجل، لا تلبس. أكل من الأكل ما تريد إلا ما حرم الله عز وجل تأكل. فكل عبادة يتعبد بها العبد ولم يشرعها الله فهي باطلة مردودة، لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني كل إنسان يعمل عمل من البدع وهو مردود. ومن أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث البدعة لكن ما فعلها، أحدث لكن ما فعلها، يدخل في هذا. فعل البدعة، هذا من عمل عملا ليس عليه، فعل البدعة لكنه ما أحدث، وجده بعلها ما تثبت فيها. هذا فرق ما بين من أحدث ومن عمل. من أحدث يعني من
وهو اخترع البدعة وهو خرجت منه البدعة، لكن ما فعلها. فإن فعلها جمع بين الاثنين، وإن ما فعلها فهو عليه، لأنه هو الذي ذكر هذه البدعة، قال حق الناس سووا كذا سووا كذا ومشت الناس عليه. ومن عمل يعني هو الذي فعل البدعة، حصل الناس سووا وياها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. ذلك قال حذيفة بن اليمان: إذا كان أو أي عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تتعبدوها. يقول: وكنت أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشر، فالناس يسألون عن الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كما قيل عن الإمام أحمد أنه حفظ ابنه 1000 حديث، لما حفظهم قال: هذا كلها حديث موضوعة، احفظها حتى تعرف الصحيح. جاك الضعيف خلاص عرفت، بس إذا ما جاك هذه إذا اللي يجيك هو الصحيح. تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم جامع العبادة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، كل شيء يحبه الله عز وجل ويرضاه من العبادة، أقوال بالكلام سبحان الله والحمد لله والذكر وكذا، والأعمال الظاهرة مثل الصلاة، والأعمال الباطنة مثل الصدقة مثل كذا شيء باطن. أقسام العبادة ما عليه يا أخواني، لا تستعجلوا، احنا نبغي يعني ناخذ الشيء نتمه، ما يهمنا احنا نخلص او ما نخلص من الدرس او نخلص الكتاب، لكن يهمنا ان احنا نفهم الباب ونعرف هذه الامور من اول شيء. يعني لو نقعد في الحديث مهما نقعد لكن نطلع بفهم، لان الاصل الفهم، مو خلصنا الكتاب وخلصنا الكتاب عقب. الحين لو واحد قلنا لكم ايش العباده؟ عرف لي العباده. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا يطلق على من عمل البدعة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو الذي أحدث البدعة. إذن هذا لو عرفنا نعرف هذه الأمور والتي مرت علينا أحسن من أن احنا نأخذ هذا كله ونمشي، ما يصلح. لكن لو تعلمنا شيء بسيط لكن ينفع، حتى لو جلسنا. لا تتمللون يا أخوان، أنتم في روضة، أنتم يعني يقال لكم قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أنتم الآن اللي برا يحسدونكم على هذه، يا ليت نكون معكم. وهذه يعني هذا يقال، أخبرني بها واحد، كنا في المسجد الشمالي في الثمانينات أو التسعينات، من الثمانينات هنا المسجد الشمالي، واحد كل يوم يروح شمال يلعبون كرة ويجي، يروح يلعبون كرة ويجي، يقول والله أنا آين وأشوفكم وأشوف سيركم، أطلع العصر وآين بعد المغرب بعد أنتم موجودين. يقول شو تسوون أنتم في المسجد؟ لأنه ما يدري، ويوم درى ما يبي يطلع من المسجد، يوم درى ما يدري خلاص، ما لأنه ما يعرف الخير اللي احنا فيه وطلب العلم هذا والجلوس في هذا وانتظار هذا، كيف الله عز وجل يؤجر العبد عليه، يجده في أولاده، يجده في ذريته. اصبروا يا أخواني، هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جلد، لا بد من هذا الشيء. ما يهمكم من هذا ماي وهذا كحني منك وفلان يسوي كذا، هاي كلها الحاجة تطلع برا خلاص. شوف اليوم كيف السكينة، كيف الرحمة، كيف غاشية كل شيء، شوف ملائكة معك، نعمة أنت في نعمة عظيمة ما تدري إلا طلعت برا. وحين الشيخ يقول لح ما تكلم ما يحتاج يتكلم في الآيات اللي نتكلم ذي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تعرفونه كلكم خلاص.
لكن لما نأصل الشيء ممتاز، يفهم أكثر. لاحقين على الباب. نية. أقسام العبادة قسمين: قولية وفعلية. القولية ظاهرة فيها وباطنة. هاي القولية فيها ظاهر وفيها باطن، كما قلنا احنا الحين اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الآن احنا شوي بنبينها لكم. ظاهرة باللسان كالذكر والتلاوة، قول المعروف، وباطنة في القلب، نية القلب وقصده. والله لو اغتسلت، لو توضيت وغسلت أعضاء الوضوء كلها كل يوم 20 مرة وأنت بغير نية ما انعقد الوضوء. الواحد ساعتية من الشغل تعبان ويغسل وجهه ويغسل خشمه ويغسل يدينه ويغسل رجوله، لكن ما ينوي الوضوء، يصير انه توضأ؟ ما يصير، ما يصير. لازم نية. النية تفرق بين كل شيء. عندك دينار بتخرجه، شنو بتخرج انت؟ هذا زكاة مال او زكاة فطر او صدقة سريعة عادية او ايش بتطلع؟ النية. هذا بالنية. انت الحين بتصلي سنة الفجر وبتصلي فرض الفجر، شلون تفرق بينهم؟ بالنية. وهي نفس ركعتين. بدون نية لا تتعب نفسك. أصلها هي هذا، أحلها القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، كان يصلي، وكان يحج، وكان يتصدق، وكان يتوضأ، لكن ما كان يتكلم ينطق بهذا أبدا. ما كان ينطق هذا النطق. وفعلية ظاهرة أيضا وباطنة. الفعلية الظاهرة عمل الجوارح، الصلاة والذبح والطواف، كل هذه. والباطنة عمل القلب، توكل على الله، الرجاء، الخوف، المحبة، كل هذا القلب. وشروط صحة العبادة لها شرطين: الإخلاص لله عز وجل، بأن تكون سالمة من الشرك المحبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن لابد من الإخلاص، وحديث كثيرة وأنتم تعرفونه. وإن كان هذا وحده يحتاج إلى محاضرة، لكن سنروح لأن الوقت. من متى احنا كم باقي؟ قاب 45. ولا أحد يقول منكم ليش؟ لأن مندمجين. خلنا نخلص هذا ما عليه. وأن يكون الشرط الثاني لصحة العبادة موافقة السنة، أن هذا العمل عمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يشمل الذي كما قلت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا يشمل الذي يعمل بالبدعة الأولي ولم يحدثها. قل إنما أنا بشر مثله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. كيف العمل الصالح؟ لابد أن يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا صار الفعل قبيح هابط طالح. ما نعرف العمل الصالح إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن أن نعرف عمل صالح إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذه طبعا الحديثين الذي ذكرناهم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا من أدلة أهل السنة الدامغة على التحذير من البدع. وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ومن الأجوبة التي تردع أهل البدع. قال لك واحد والله الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل المولد لكن ما حرمه، أجل ما حرمه، ما سمعنا تحريم المولد. نقول له إيش؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا شامل كل شيء، كل شيء بيقوله لك الرسول صلى الله عليه وسلم بيصير لك مجلدات تبي. لو كل شيء القرآن كتبه لكان ما نحمل الآن، ما نستطيع. هذا من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فينبغي حفظه وإشهاره، فهو قاعدة عظيمة لإبطال هذه المحدثات وهذه البدع. ما حد يقدر يدخل عليه في هذا الشيء أبدا. نوقف؟ والله نمشي. يا وش رايكم؟ تكلم بعد في هذا شوي، شيء راجع لكم كأنكم تربون شوي ترتاحون. هذا والحمد لله. وعلم الله أتم أكمل، والحمد لله رب العالمين.